السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أبو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاهرة. تحياتي ليكم، تحياتي الناس المشركة معايا القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب وغاة الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من جديد بفيديو جديد. طبعا النهارده ريتا ومعاها جراويها الجمال اهو، كل يسمي الله. معاها 3 جراوي ذكر وانتيتين. الالوان السيبل الجميلة جدا، الوان الروعة، حجم الدبدوبة. لان طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده، ان شاء الله بامر الله هنبتدي نشتغل على الانتاج في الفتره الجايه، لان احنا ما كناش شغالين على الانتاج. بدانا ان احنا نشتغل على الانتاج، وهنعرفك يعني ايه جرو. ده الاعمار دي 15 يوم. الاعمار دي لسه يا جماعه، كل يسمي الله، 15 يوم. الاعمار دي يا جماعه 15 يوم زي ما انتم شايفين. العمر اللي انتم شايفينه قدامكم ده يا جماعه 15 يوم. طيب 15 يوم النهارده هنبتدي من بكره ان شاء الله وبامر الله نلقم للجراوي دي زبادي ببيض، زبادي بلبن، مش عارف ايه الكلام ده كله هيبقى قدامكم. وهنعرفكم اللي احنا عشان على عمر ال20 يوم هنبتدي ناكلهم زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو، جرو عمره 15 يوم زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. طبعا الالوان السيبل الجميله. طبعا ريتا من الكلاب الساب الجيرمان المقصله جدا جدا جدا. والكلاب الساب الجيرمان دي يا جماعه قليل قوي في مصر اللي منتج من الكلاب الساب الجيرمان، قليل قوي تعدوا على الصوابع. طبعا ان شاء الله بامر الله بدانا اللي احنا بقى نجهز ونشتغل على الجراوي الساب الجيرمان او الكلاب الساب الجيرمان، لان كلاب من طبيعه الحال شرسه جدا 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 مع الاغراب، وبتحب صاحبها جدا جدا الكلاب دي. والتعامل الفصيل الساب الجيرمان اصلا علشان الحراسات الخاصه والعامه. طبعا زي ما انتم شايفين ريتا كلبه جميله جدا حنينه، بس قدرك الله بقى لو في حد غريب بطبيعه الحال لحد هذه اللحظه انا ما دربتهاش او عودتها حتى على الحراسه او الشراسه، لا هي بطبيعه الحال لوحدها شرسه. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو، الجراوي بوز مكتوم، اللي هو البوز المكتوم. متجوزين طبعا الذكر بتاعنا الملك كراش، اتجوزوا من كراش. كراش اتجوز جوازه واحده وهو عنده 10 شهور، تمام. وان شاء الله بامر الله ما جوزتوش تاني الا لما يكون بقى يتم السنه او السنه وشهرين. انما انا جوزته جوازه واحده علشان الجوازه دي ياخد بيها خلفيه عن الجوازات، وفي نفس الوقت يبقى النمو بتاعه ما يقفش، لا بل بالعكس يبتدي ينضج اكتر واكتر. زي ما انتم شايفين حبينا نصور كده الجراوي ريتا. طبعا الجراوي دي عباره عن ذكر وانتيتين جميله جدا، ربنا يبارك لنا فيهم يا رب. زي ما انتم شايفين كده اهو بقى السعيب. طبعا اهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الجراوي عمر 15 يوم لسه بيرضعوا، تمام. وهنعرفكم بنعمل معاهم ايه اول باول. زي ما انتم شايفين اهو بقى السعيب. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو كلبه حنينه خالص. ريتا يا رب يكون الفيديو عجبكم. ان شاء الله امر الله من بكره هنوضح مع حضراتكم، او من الفيديوهات الجايه هنوضح مع حضراتكم اللي احنا برضو بنعمل ايه مع الجراوي والاستعنى بالجراوي. زي ما انتم شايفين الغرفه عباره عن 2 متر في 2 متر، وفيها لنده صفرة عاليه بحيث اللي هي تعمل تكييف او تدفي المكان. لازم المكان ده يكون متقفل عليهم كويس جدا، واقل واجب المكان ده ما يحصلوش اي عمليه تهويه او اي حاجه او هواء خارجي طول الفتره اللي الجراوي عايشه فيها ولسه بترضع فيها عشان المناعه والكلام ده كله. طب هندي تطعيمات ايه وهنطعم امتى وهندي جرعات ديدان امتى وهندي جرعات حشرات امتى؟ تابعونا وهتعرفوا كل حاجه في وقتها.
تحياتي للجميع واشوفكم على خير. قبل ما نقفل الفيديو، يا ريت لو الفيديو عجبك ومحتوانا عجبك، يا ريت تدوس لايك الجميل، ما تستخسرش علينا اللايك، وتشير الفيديو عشان الناس كلها تستفاد بالمعلومه. وتحياتي للجميع واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.